يا مساء السعادة والبهجة على كل مشاهدينا، وتحية للجميع. النهاردة هنتكلم على حلقة مهمة جدا ومختلفة جدا عن الأغاني الشعبية، وبالعربي كده هوت وبلغة الشباب شهيصة وصهللة النهاردة. هيكون معانا النهاردة نجم مش زي أي نجم، مختلف تماما، يستاهل إن احنا نلقي الضوء عليه. عامل يا جماعة النهاردة جو في الاستوديو بين الفرحة غير طبيعية، بجد كلنا بنحبه. ليه؟ معجبين كتير جدا، عشاق لفنه كتير جدا، أغانيه كلها واو. طبعا الجميع بيحبه وبنحضر له كتير جدا من أغانيه، وخصوصا ما هي المشكلة المصور والمخرج عايزين عرايس 24 أيوة. ساعة النت عنده مفتوح. يا طبعا جماعه الانسات زعلوا من الموضوع ده. دعايه مجانيه اهو، يعني اي حد يرغب لا ما انت غمستني وقلت لي انا عايز واحده. لا لا ما تدبسنيش. عاوزة أسألك بقى أنا، بص يا هشام، دلوقتي أنا يعني شفت إيه بقى؟ شفت إن في ناس كتير جدا، نجوم كتير جدا دلوقتي ما يعملوش إلا أغنية واحدة بس كل سنة كل سنتين. أجي أسألهم، أنت عارف إن أنا شاعرة، أروح أسألهم، لا يا عمي، هو الموضوع كله إن مفيش إنتاج، ما خلاص بقى مش عارف، كله بيعمل كده دلوقتي، بقت موضة الظاهر ولا ايه؟ فانا عاوزه اسال دلوقتي ايه هو السبب؟ يعني ايه المشكله؟ هل ده صوته وحش مثلا، ولا ما فيش شغل، ولا في ايه بالظبط؟ انا مش عارفه. لا ده غير بالعكس. زمان كان بيبقى فيه البومات يعني الشريط زمان كنت اعرف، انا يعني اعرف ان 5 اغاني 6 اغاني. 10 دلوقتي كمان ساعات اه و12 اغنيه دلوقتي الموضوع ده هو اتقل بشكل، والاغاني كترت جدا جدا، والمطربين كتروا جدا جدا، وانا مش فاهمه مين بيغني ايه. فاهمين معايا؟ فنفهم بقى من هشام. قول بقى يا هشام. هو في الوقت اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده آه. كان وقت التسعينات. اه هو اللي كان فيه الالبومات دي مشتهره فعلا. جدا جدا جدا، وكان ما ينفعش مطرب يطلع من غير ما يبقى عنده مم. البوم وكليب بتاع الالبوم. بالظبط. ليه كنا بنقول انما عليها دلوقتي الموضوع أغنية بقى الهيلز سهل، ما يعني. بقاش زي الاول كان صعب، وكان الموضوع بيتكلف تكاليف كتيره. اه فدلوقتي الفنان بيختصر الموضوع، بيقول بدل ما انا هعمل البوم، لا هعمل اغنيه سنجل وتاخد وقتها اه واشتغل معاها، وبعد ما اخد شغلها ابتدي افكر في غيرها. يعني هو نوع من انواع الاستسهال يعني يا شيخ. ما هي طبعا. بتتنسى بعد كده للاسف يا جماعه، بتتنسى بعد كده. يعني لو الا بقى لو مطرب مشهور برضو، والله حتى لو مطرب مشهور برضو يعني نفتكرها، يعني نشوف الجديد اللي جاي ايه. انما يعني انا زمان حميد الشاعري، عمرو دياب لما كانوا بيعملوا البومات، ومصطفى قمر طبعا كان بيبقى حاجه ضجه كبيره جدا جدا، بتقلب الدنيا. الشريط لما كان بينزل كان بيهد الجبل كله بجد. صحيح. صح ولا انت ذكي جدا؟ يعني انت فعلا مجرد ما الواحد بس يشوف لبسك، انا اعرف لبسك، يعني انت كذا حاجه. حركات بقى بصراحه وبتاع ببقى عاوزه قبل ما تغني مين ده، عاوزه اعرف ايه يعني، قبل ما صحيح. كنت اعرفك يعني صحيح. كنت عاوزه اشوف ايه بيغني ايه، يعني برضو افكاره، ده ذكاء منه، برافو عليك ما يا هو هشام. الموضوع عباره عن ايه؟ اه ازاي اني انا اخلي الناس تستعد نفسيا لنزولي. برافو عليك. يعني ممكن يكون في نجم مثلا اعلى مني في المستوى بكتير، ايوه بياخد زهوه النجوميه بتاعته، انما بعد كده انا لما بظهر تبقى الناس فعلا عايزه تعرف مين ده. ففكرت بقى ان انا اعمل شويه لوكات. ده طبعا ده اخر حاجه بتوصلت ما انا لها. ايوه. لعلمك انا مش هسيبك بعد الحلقه، لازم تعلمني البتاع اللي رابطها دي بتتعمل ازاي. وطبعا الحزام هيجيب لي هديه واحد برضه عليه الربطة اسمه دي يا اللي جماعه. كمان احط عليه اسمنا كمان والنبي. تخيلوا. طيب عايزين انا بقى قلت ايه؟ جاي لكم قلت اظبط بقى واجيب حزام برافو. وأعمل. المهم انت شوية انت جاهز حركات. وخدت نفسك؟ هتسمعنا ايه بقى دلوقتي؟ بص يا سيدي، مش الاغنيه اللي واخدين جايه إن إحنا دي نقعد ليها كده، قصه يلا. برضه، يعني مش يعني انا بحب ايه اي اغنيه ان انا اعملها لازم يكون فيها فكره. ايوه يعني عيونه دي عباره عن مغازله. مم. الاغنيه التانية فكرت كده، قلت عايز اعمل طريقه جديده اللي عاوز يتجوز. يعني زمان كان واحد ممكن يروح للخطبه يقول لها انا عاوز عروسه مواصفاتها كذا. الموضوع دلوقتي اختلف. طبعا وسائل التواصل نت. الاجتماعي بقى كتير، فانا قلت بقى ان انا ادور على العروسه من خلال الفيسبوك واكتب التفاصيل الداتا اللي انا عايزها يا كلها. سلام يا سلام. يا طبعا نفعت ولا ما نفعتش الاول يعني؟ والله هقول لكم على الفكره برضه، هي هتعجبكم الموضوع ان شاء الله يعني.
الفكره بتقول ان معظم الشباب بيبقى بيحلم آه. بالست اللي هتجيب له كل شيء، يا اللي سلام. هتجيب له العربيه وهتجيب له سلام. فيلا بقى الموضوع العكس دلوقتي. وتكتب كل حاجه باسمه. لا العكس ده كان زمان، انما آه. دلوقتي هو كده فعلا. ايوه ايوه بالظبط، صح صح. عايز عروسه؟ لا لا شكرا زي الفل. فدي الفكره بتاعت الموضوع، ان انا آه. قفلت الاغنيه مم. بان انا قابلت واحده جميله بسيطه وطيبه، آه. وخلاص انا قلبي طب وقعت في حبها، ولا عايز منها مساعده ولا شقه ولا الله عليك، عربيه. دي خلاص النهاية انا من يعني. النهارده هبني حياتي انا. والله ما يعني أعرفش انا يعني. سعدت جدا بهشام، وما أنا اللي يجيش سعدت بيكم اللي جداً انا عاملاه والله. في نفسي يعني النهارده. يلا يا عم هروح 4 كده، جوازات. خلاص هروح كده. اديله 4 جوازات. يلا بينا 4 هتتجوز جوازات.